معظم الناس عندها معلومات عن ايه الخطوات اللي لازم تعملها علشان توصل ألمانيا، لكن مفيش كتير يعرف المعلومات اللي هو محتاجها اول ما يوصل ألمانيا يعمل ايه. ففي الفيديو دوت انا هكلمكم عن اهم الحاجات اللي المفروض تعملوها اول ما توصلوا البلد علشان تبدأوا بداية صحيحة بدون اي مشاكل. فخلونا نشوف بقى ايه الحاجات اللي المفروض الواحد يعملها وايه الاماكن اللي المفروض يعملها فيها. اول حاجه هتعملها اول ما توصل للمدينه اللي انت هتدرس فيها او هتتعلم فيها اللغه او ايا كان اللي هتعمله فيها، لازم تعرف كل الاماكن فيها وتعرف تتحرك، ومش هتعرف تعمل ده غير لما تحط النت على موبايلك بطريقه ما وتشغل جوجل مابس. فلازم اول حاجه تعملها اول ما توصل هي انك انت تشتري خط الموبايل يديك نت بحيث انك تعمل كل اللي انت عايزه بالنت زي ما قلت. فهتشوف اي مكان تشتري منه الخط دوت، ممكن محل موبايلات، سنتر، اي حاجه، المهم توصل انك تجيب الخط. والخط اللي هتجيبه بيكون اللي هو البريبيد اللي هو بتدفع ثمنه وبتاخده تشتغل بيه على طول، مش الخط اللي هو بعقد، لانك انت لسه وانت جاي معكش اقامه او معكش حاجه تخليك تقعد في البلد ديت، فمش هينفع تعمل عقد. فالاول هتعمل الخط بتاع البريبيد، وده بيحتاج بس منك ان يكون معاك باسبورك عشان يتسجل الخط باسمك وبتشتريه. بعد كده لما تيجي تاخد الخط دوت، ممكن في المستقبل قدام بعد لما تمسك اقامه وتحول الفيزا بتاعتك لاقامه، هي انك تجيب نفس الرقم دوت وتحوله ان هو يبقى بعقد، تبدا بقى ايه تشتغل بيه بشكل منتظم اكتر. بس لازم في الاول تجيبه يكون بريبيد زي ما قلت عشان تنجز بيه بسرعه، وهو بيكون في رينج ال 10 20 يورو وهيقضي الغرض معاك. ما تفتحش بيه يوتيوب ولا حاجه يعني عشان الباقه ما تخلصش بسرعه. تاني حاجة بقى لازم تعملها ولازم تتأكد انك عاملها صح هي الحساب البنكي بتاعك. لازم تروح تفعله، اللي هو الحساب المغلق اللي انت فتحته عشان تعرف تاخد الفيزا وتيجي هنا. لازم اول ما توصل تبلغهم انك وصلت فتبدأ تفعله. بس الموضوع دوت كان عامل لي مشكلة انا شخصيا لما جيت، ان هو علشان ابدأ افعله وابدأ اسحب منه الفلوس بتاعتي بتاعت الحساب البنكي المغلق، ان كان لازم ان انا اكون جايب سكن ومسجل في المدينة بحيث ان ابدأ اسحب فلوسي. بس المشكلة انك انت علشان تبدأ تاخد سكن وتبدأ تسحب فلوسك انت محتاج في السكن دوت تدفع فيه فلوس، فانت معكش فلوس تدفع، لان زي ما قلت انت فلوسك لسه محبوسه في الحساب البنكي المغلق اللي لازم تطلعه لما تكون معاك سكن. فهي الفرخه ولا البيضه الاول؟ لازم تسحب فلوسك ومش عارف تسحب فلوسك. فكان الحل ان انا وانا جاي عملت حسابي ان يكون معايا شويه فلوس كاش ابدا ادفع فيها اللي هو الايجار بتاعي والتامين وكل القصه ديت، علشان ابدا اسحب فلوسي من البنك واتعامل بشكل طبيعي. فدي كانت مشكله ممكن تواجه ناس كتير وما كانش حد واخد باله منها، وانا ستر ربنا ان انا كنت عامل حسابي بشويه فلوس كاش كتامين يعني، لكن وانا جاي ما كنتش عارف ان لازم الموضوع ده يحصل. فتح الحساب البنكي اصلا لوحده كان مشكله، يعني انك انت تراسل البنك ويرد عليك وبعديها باسبوعين تكتب له تاني وتسجل البيانات بتاعتك، وبعد كده تحول الفلوس من مصر اللي انت تعتبر شقه عمرك او شقه عمر اهلك، وبعديها باسبوعين يقولوا لك ان الفلوس وصلت. كل ده طبعا انت حاطط ايدك على قلبك، بس هي طبيعي ان هي بتمشي الحاجات ديت. ممكن يكون فيها حلول او دلوقتي بقى فيها حلول احسن هقولها لكم بعد شويه. تالت حاجة لازم تعملها انك انت تعمل التأمين الصحي. التأمين الصحي بيبدأ معاك اصلا من قبل ما تدخل البلد. ليه بقى تأمين صحي؟ لان التأمين الصحي بيكون في البلد ديت في ألمانيا اجباري على اي حد موجود في البلد، سواء ان هو جاي زيارة جاي يقعد اقامة، لازم يعمل تأمين صحي. وزي ما قلت لك هو بيبدأ معاك من اول ما تبدأ تتحرك من البلد، لازم وانت واخد الفيزا بتاعتك تحط عليها تأمين صحي اللي هو بتاع وصولك لألمانيا. بعد كده بقى التأمين الصحي لما تيجي ليه قصة تانية. ايه بقى قصة التأمين الصحي اللي بتعمله اول ما تيجي ألمانيا؟ اولا في نوعين من التأمين الصحي في البلد. في تأمين صحي اسمه التأمين الصحي اللي هو البرايفت او اللي بيكون مش حكومي، وفي التأمين الصحي اللي بيكون حكومي، وده ليه ناسه وده ليه ناسه. خلينا نتكلم في حالة الطلبة بس عشان ما نطلعش عن الفيديو. لو انت جاي طالب جامعي فانت لو انت اقل من 30 سنة لازم تعمل التأمين الصحي الحكومي وبتسجل فيه وبتدفع فيه فلوس حوالي دلوقتي 120 يورو في الشهر، وده طبعا ارخص من بعد كده لو انت بقيت بتشتغل بيكون اغلى. لو انت بقى طالب دراسة سنة تحضيرية او طالب لغة فانت هيكون لازم تعمل التأمين الخاص ايا كان سنك او ايا كان عمرك قد ايه. التأمين الخاص بيكون ارخص حوالي 35 40 يورو مش فاكر، لان انا بقالي كتير ما عملتوش، عملته اول ما جيت بس، وده ليه قصة لوحده اصلا. القصة باختصار ان انا لما جيت محدش قال لي اعمل التأمين الصحي دوت. اكتشفت بالصدفة ان مفروض انا لما ادخل البلد بعد لما اجيب التأمين الصحي اللي دخلني البلد ارميه في الزبالة واعمل التأمين الصحي الخاص عشان ابدا اروح للدكاترة واكشف في المستشفيات وكل الكلام دوت. الفرق بقى بشكل عام بين التأمين الصحي الخاص والتأمين الصحي الحكومي ان التأمين الصحي الحكومي ممكن تكون لما بتدخل المستشفى بتتأخر شوية انك تتعالج، بس ما بتدفعش فلوس، انت بتديهم الكارت بتاع التأمين الصحي وبيعالجوك على طول. اما التأمين الصحي الخاص انت اول ما بتروح تخش في المستشفى بتتعالج
بيدوك فاتوره بتدفعها، وبتاخد الفاتوره ديت تبعتها انت بنفسك لمكتب التامين الصحي بتاعك او الشركه بتاعه التامين الصحي، وهم يرجعوا لك الفلوس. فانت لو معكش فلوس ممكن تتبهدل في الموضوع ده. فالتامين الصحي احسن شويه الحكومي حتى لو انت بتتاخر في المستشفى، وان كان التامين الخاص بيدخلك المستشفى اسرع او بتتعامل في المستشفى اسرع، لان هي المستشفى او العياده بتحب تاخد فلوس على طول، ما بتاخدهاش من التامين، فبيكون ليك الاولويه الى حد ما. والمكتب اللي ورايا دوت هو المكتب اللي انا عملت فيه التامين الصحي بتاعي الحكومي اول ما بدات في الجامعه. في طبعا كذا شركه ممكن تعمل فيها، انا عملت في شركه اسمها الاوقا، بس في شركه اسمها التيكا، وفي شركه مش عارف اسمها ايه تاني. المهم في كذا شركه يعني ممكن تعمل فيها التامين الصحي الحكومي او التامين الصحي الخاص كمان، موجودين على النت. فاول ما تيجوا لازم تعملوا التامين الصحي ده، مهم جدا. المشاكل بقى اللي انا قلتها ديت في حل، والحل دوت هو الراعي بتاع الفيديو دوت، شركه اكسباتريو. اكسباتريو شركه بتفيدك جدا في انك انت تعمل الحساب البنكي بسهوله، وخطواتها سهله جدا على الموقع بتاعهم. هتقدر من خلالها تعمل الحساب البنكي في خطوات بسيطه، وبعد كده تيجي هنا هو تقدر تفتح الحساب البنكي بسهوله، مش محتاج تعمل انميلدونج ولا اي حاجه. كمان شركه اكسباتريو بتعمل لك موضوع حاجه اسمها الفاليو باكج، والفاليو باكج ديت بتبقى عباره عن الحساب البنكي المغلق، بتظبطه لك بكل الاجراءات بتاعته، وبتديك الورقه اللي تقدر تدخل بيها السفاره. كمان بتعمل لك موضوع التامين الصحي اللي انت هتيجي بيه المانيا، والتامين الصحي اللي موجود في المانيا ده غير كده كمان ان هي بتوفر على موقعها حاجات تقدر تشوف فيها سكن وتدور عليه بشكل بسيط جدا. يعني هي مظبطه لك كل حاجه ممكن تحتاجها وانت جاي هنا اهوت، وممكن تبقى تسبب لك مشاكل، او هي سببت لي مشاكل في يوم من الايام لما جيت، لان ما كانش فيه اكسباتريو ساعتها. كل ده هتلاقوه في اللينك اللي موجود في الديسكربشن تحت، ادخلوا عليه واكيد اكيد مش هتندموا. شكرا اكسباتريو لرعايه الفيديو دوت. رابع حاجه تعملها لما توصل المانيا انك انت تروح تسجل في المكان اللي انت هتدرس فيه، سواء مركز اللغه او سواء الجامعه. في حاله الجامعه مثلا هتروح على المكتب اللي قدامي دوت اللي هو الانترناشونال اوفيس. مهمتك فيه اول ما توصل عندهم انك تجيب لهم الورقه اللي هي السولاسونج بيشايد او القبول بتاعك اللي كنت واخده وانت كنت في بلدك، تديهولهم يدوك حاجه اسمها الشتودين بيشاينينج. الشتودين بيشاينينج ديت هي بتقول انك انت خلاص بقيت مسجل في الجامعه وبقيت على قوه الجامعه، مش مجرد معاك قبول. وساعتها بقى بتدفع المصاريف بتاعه الجامعه بتاعتك، وبتاخد كارت الجامعه عشان تبقى طالب منتظم في الجامعه، وتستنى لما الترم بتاعك يبدا وتبدا تمشي في الجامعه بتاعتك بشكل عام. المهم ان الشتودين بيشاينينج دوت انت محتاجه جدا جدا، وهقول لكم ليه كمان شويه محتاجينه. اما بقى لو انت لسه طالب لغه او طالب سنه تحضيريه، فمهمتك دلوقتي انك انت مش تروح الانترناشونال اوفيس، لا تروح للمكتب بتاع اللغه التابع للجامعه بتاعتك، بتقدم لهم الورقه بتاعتك بتاعت قبول الكورس او الدعوه بتاعت الكورس، علشان يتاكدوا انك انت بقيت على قوه الكورس وتبدا تسجل عندهم وتمشي في الكورس بتاعك. في حاله السنه التحضيريه بتكلمهم برضو حاجات كده قريبه جدا من موضوع اللغه، بس الفرق ان ممكن يكون في امتحان دخول السنه التحضيريه، او مش ممكن، ده اكيد لازم تعمل امتحان السنه التحضيريه، فبتروح تقول لهم انك جيت عشان يحطوك على القائمه بتاعت السنه التحضيريه. بتاع اللغه برضو ممكن يكون عنده امتحان، يعني ما تخليكمش يعني ايه شايفين ان انت خلاص اتقبلت في مكان اللغه ان كورس او المكان اللي هتدرس فيه اللغه مش هيعمل لك امتحان. في حالتي انا ما عمليش امتحان، في مدينه جنبي زي ماربورج بيطلبوا منك انك تعمل امتحان قبل ما تدخل اللغه. وعلى فكره ده المبنى اللي قدامي ده دلوقتي هو دوت اللي كنت عامل فيه كورس اللغه بتاعي في الحته دي، بس تقريبا هم غيروا مكانه دلوقتي، ما بقاش بتاع كورس اللغه، بقى حاجه تانية، ومكان كورس اللغه بقى مختلف. بس يعني ايه، ذكرياتي بدات او اول حاجه اتعلمتها في المانيا كانت في المكان دوت، كنت بدخل جوه واحضر الكورس بتاعي واظبط حياتي. خامس حاجه بقى السكن، ودي محتاجه لها لوحدها قاعده كده حلوه علشان نفهم الموضوع واحدة واحدة. أول حاجة لازم تفهموها إن السكن ما ينفعش تبدأ تشتغل عليه من أول ما تيجي ألمانيا، بالعكس السكن مفروض تشتغل عليه من أول ما يجي لك القبول بتاع الجامعة بتاعتك وتعرف أنت هتدرس في أنهي جامعة. وده هيكون إزاي؟ عن إنك أنت بتدخل على الموقع بتاع الجامعة في حاجة اسمها الشتودنتنفير، موجود كل ده أكيد في موقع الجامعة اللي أنت رايح تدرس فيها أيا كان هي فين، وبتسجل فيه إنك أنت هتدرس من اول الوقت الفلاني او هتدرس حتى لغه من اول الوقت الفلاني، وعلى اساسه بتسجل انك انت تحجز سكن طلبه في المكان اللي انت رايح فيه. ليه بقول لك من دلوقتي؟ لان سكن الطلبه من اكتر الحاجات اللي عليها ضغط في البلد ديت، ومش سهل خالص ان انت تعرف تجيب سكن طلبه اول ما تيجي من غير ما تحجز. بالعكس كمان، ده انت ممكن تحجز قبلها ب6 شهور ولا حاجه، وتيجي المانيا يقول لك لا لو سمحت للاسف مفيش سكن طلبه موجود. خلينا الاول نشوف ايه افضل سيناريو ممكن يحصل ونبقاش ايه متشائمين. يبعتوا لك يقولوا لك ان احنا حجزنا لك اوضه من الوقت الفلاني اللي انت هتيجي فيه المانيا، ساعتها الدنيا تمام، فهتيجي هتروح للشتودنتنفيرك او المكتب بتاع شؤون الطلبه للسكن والحاجات اللي هي مش دراسيه
او ممكن كمان دراسيه، هو اسمه شتودنتنفيرك ما اعرفش هو ترجمته ايه. المهم هتروح لهم تقول لهم ان انا وصلت اهو البلد وعايز استلم الاوضه بتاعتي او استلم المفتاح. ساعتها هتعمل حاجتين علشان تقدر تستلم، بتوريهم القبول بتاعك سواء التسولاسونج بشايد اللي انت واخدها بتقول انك انت مقبول في الجامعه، او الورقه اللي انا لسه قايل لكم عليها من شويه بتاعت الاشتودين بشايننج اللي انت ايه على قوه الجامعه، بتديها لهم. بتدفع ايجار اول شهر وبتدفع كمان التامين. وميزه بقى سكن الطلبه ان هو فلوسه حنينه بالنسبه للايجارات التانيه، فحاولوا على قد ما تقدروا تقدموا بدري عشان تقدروا تاخدوا سكن طلبه وما تتشحططوش في الحاجات البدائل اللي انا هقولها كمان شويه. السيناريو بقى التاني او السيناريو اللي مش حلو انك انت لحد ما توصل البلد ما عندكش سكن طلبه او ما عندكش مكان تقعد فيه. هتمشي في سكتين، لو انت هو قبل ما تسافر مثلا باسبوعين وليكن مش لاقي سكن طلبه، هتحاول تدور على الناس اللي موجودين في المدينه اللي انت فيها ديت على الفيسبوك او على جروبات الناس اللي موجوده، واكيد هتلاقي حد في المدينه اللي انت فيها، مش اول مصري يعني او اول طالب اجنبي جاي يدرس في المدينه ديت، وتحاول تقول لهم ان انت عايز تقعد عندهم بشكل مؤقت او يساعدوك لحد لما تلاقي سكن او تاخد سكن الطلبه. لو ما عملتش كده او ما لقيتش كده فانت مضطر انك انت تقعد في الفندق اول كام اسبوع، وده مصاريفه كتير جدا عليك، بس هو ده الحل الوحيد اللي هيبقى متاح. او ممكن كمان لو تقدر تروح للمدينه اللي جنبك تشوف حد برضو يقدر يساعدك فيها. واثناء كده بتروح سكن الطلبه، بتروح تكلمهم اللي هم بتوع الشتودنتنفيرك، تقول لهم انك انت عايز تاخد السكن باي طريقه، تزن عليهم انا مش لاقي حته انام فيها، تروح لهم بشنطك زي ما انا ما عملت قبل كده، قلت لهم بشنطي انا مش لاقي مكان اقعد فيه فادوني سكن مؤقت وبعد كده ادوني السكن الطبيعي. ممكن بعد كل الزن ده وبعد لما تقعد في سكن مؤقت او في فندق ما تلاقيش حاجه، فانت ساعتها حلك الوحيد انك انت تدور على بدايل اللي هي السكن المشترك او الفيجي، او حتى لو انت مقتدر ماليا بقى تدور على شقه تاجرها لوحدك وتقعد فيها، بس دي مصاريفها كتير جدا وما انصحش اي طالب ان هو يعملها. عايز بقى دلوقتي افرجكم على سكن الطلبه او مثال لسكن الطلبه شكله عامل ازاي علشان تاخدوا فكره عن سكن الطلبه. بس قبليها بصوا اللي ورايا ده كله ده الحرم الجامعي الكبير اللي هو بتاع الجامعه اللي هي اليونيفرسيتيت بتاعه المدينه. انا بدرس في الجامعه الصغيره، بس دي الجامعه الكبيره اللي هي بيتشرح فيها المواد النظريه او الكليات النظريه، وكمان فيها كليه الطب، بس كليه الطب مش هنا. بس المكان زي ما انتم شايفين كده مكان عملاق، يعني انا مش عارف اجيب اخره. الدنيا لذيذه، المكان ده ياما جيت فيه. انا بقى اللي هفرجكم على سكن الجامعه عامل ازاي عشان تنطوي خلاص ربنا تاب عليه من سكن الجامعه. يلا بينا. اول حاجه دي الساحه بتاعت سكن الطلبه. هنا عندنا في الملعب، بتلعب فيه يعني ولا بتفضل سايبه كده؟ انا ما بلعبش بس في ناس بتلعب هنا فيه. وهنا كل المباني دي لنفس الشكل، كلها مباني تبع الجامعه، طبعا كل مبنى بسعر مختلف عن التاني على حسب الامكانيات والخدمات اللي فيه. يعني سعر الجامعة عندك كام؟ يعني بيتراوح من كام لكام الإيجار بتاعه؟ الإيجار بيتراوح من 250 ل 350. من 250 يا بلاش مقارنة باللي أنا بدفعه. طبعا لأن هو بيبقى مدعم من الجامعة. وهنا في الباكي ستاسيون بتاعت امازون. لا اتكلم عربي. المحطه اللي بيجي عليها الباكيتات بتاعت امازون، يعني طلبت حاجه من امازون بيحطها لك هنا. امازون بس مش كل البريد. هنا بتاعت امازون، في واحده تانية بتاعت DHL موجوده هناك. وهنا المكان لو عايز تشتري حاجه مثلا جوعت بالليل والمحلات كلها قافله، ممكن تشتري اي حاجه حلوه من هنا او كولا. هنا ما تشتريش حاجه من هنا. في ماكينه سجاير عندكم كمان؟ ما تشتريش برضو من هنا ولا هنا. بعد كده في هنا بقى الغسالات لو عايز تغسل. الحمد لله مفيش حد. المكان سخن قوي. زي ما انتم شايفين هنا الغسالات، لو عايز تشحن بتشحن الكارت من الهاوس مايستر. مين الهاوس مايستر؟ اللي هو البواب. مش بواب. اللي هو الراجل المسؤول، اللي هو لو في حاجه عايز تصلحها مثلا بتصلحها من عنده. وهنا بتحط الكارت بتاعك لما تشحنه وتختار المكنه اللي انت عايزها. وطبعا دي المكان ده لكل المباني دي كلها، يعني اي حد عايز يغسل لازم يغسل هنا. كام بقى ثمن الغسله؟ ثمن الغسله 2 يورو، والتنشيف بيورو. انت بتنشف كمان؟ لا ما بنشفش، بنشر. احسن. طبعا. وده المكتب بتاع الشخص المسؤول عن كل المباني بتاعت سكن الجامعه، اللي هو لسه قايل عليه الهاوس مايستر، صح؟ ايوه هو ده بالظبط. وهنا مثلا لو عندك حاجه بايظه
ممكن تكتبها له وهو يجي يصلحها لك. وطبعا هو النظام ده موجود في كل سكن جامعه في اي مدينه، بس هو تقريبا بيبقى نفس الشكل ده يعني مش هيختلف. وده السكن بتاع الجامعه، وده الدور مثلا بتاعنا. هنا في ممر وكل في شقق على اليمين وعلى الشمال زي الفندق يعني. هي عباره عن غرف، بس غرف صغيره، وفي حمام ومطبخ مشترك طبعا. حمام مختلط، ده الحمام على الاولاد مختلط. وفي عندك الدش على الشمال هنا، وعلى اليمين الحمام. والدش ده كله بيستخدمه ولا؟ كله بيستخدمه. دي الحمامات. وهنا في المطبخ، بس عشان النهارده اجازه فما جوش ينظفوه. في شركه تنظيف طبعا بتيجي تنظف الارض وتمسح الرخام وكده، بس مش بيمسحوا كل حاجه. ولو لقوا المطبخ مش نظيف مش بينظفوه، هم واخدين امر بكده. المفروض الطلبه ينظفوا المطبخ. المفروض يعني نسبيا ينظفوه شويه، ما يبقاش وسخ جدا. والمطبخ ده بيخدم كام اوضه؟ في العادي المفروض 15 غرفه، بس الموجودين مثلا ممكن 8 او 10. هو ده بقى سكن الطلبه اللي الناس بتحفى عشان تاخده. سادس حاجة بقى تعملها أول ما توصل، ودي بعد لما تعمل كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها من شوية، هي إنك تروح مكتب الأجانب عشان تبدأ تاخد الإقامة وتثبت نفسك. مكتب الأجانب هتعمل فيه حاجتين. الحاجة الأولى اسمها أنميلدونج أو تسجيل نفسك في المدينة. تاني حاجة وديت الإقامة اللي هي تاخد إقامة بدل الفيزا بتاعتك. الأنميلدونج دوت أي حد موجود في ألمانيا بيعمله، حتى الألمان، اللي هو علشان تتعرف في المدينة ديت إنك أنت العنوان بتاعك الفلاني موجود في حتة فلانية، علشان لما بعد كده يبعتوا لك ورق، يبعتوا لك جوابات، أي حاجة يتواصلوا معاك، عايزين يقبضوا عليك حتى يعرفوا المكان بتاعك أنت ساكن فيه فين. فده بتعمله في الشتات بيرو أو جوه الرات هاوس. الإقامة بقى اللي هي بتاعت الأجانب بتعملها في مكتب الأجانب. في مدينتي أو الظرف بتاع مدينتي إن هو الاتنين موجودين في مكان واحد جوه الرات هاوس اللي ورايا ده دلوقتي. فانت بتعمل الاثنين تقريبا ورا بعض. ايه اللي بتعمله من الاول مش هتفرق، بس اهم حاجه في الانميلدونج انك انت وانت رايح تكون معاك السكن بتاعك عشان تقول لهم انا العنوان بتاعي كذا، وهو اصلا بيبقى معاك ورقه من السكن بتاعك او من المؤجر بتاعك، بيديك ورقه كده انك انت موجود في المكان الفلاني وهو ماضي لك عليها. دي اللي بتقدمها لهم، فبتبدا تاخد الانميلدونج بتاعتك. بالنسبه للاقامه فهو عايز يشوف ورقه بتقول انك انت معاك لسه الحساب البنكي المغلق، او انت كنت فاتح حساب بنكي مغلق، او عندك التمويل بتاعك الكفايه. وتاني حاجه انك انت وانت داخل عنده تديله ورقه بتقول انت بتعمل ايه في البلد. بتديله مثلا لو انت كنت في حاله الطالب الجامعي الشتودين بشاينجونج اللي انا كنت لسه مكلمكم عنها اللي بتاخدوها من الجامعه، او الورقه اللي بتقول انكم بتعملوا كورس في مركز اللغه بتاع الجامعه، او ايا كان بقى، حتى لو انت بتعمل سنه تحضيريه اثبات انك بتعمل السنه التحضيريه. ده مهم جدا انك تروح للمكتب الاجانب معاك الحاجات ديت علشان تبدا تاخد الاقامه وما يرخمش عليك. اللي تتوقعه جوه في المكتب الاجانب ان ممكن يبقى فيه شويه رخامه حسب الموظف، بس في الغالب ما بيحصلش اي مشاكل طول ما ورقك سليم والدنيا تمام، انت لسه في الاول لو ما عملتش اي مشاكل. فنادرا ما يكون في مشكله في الموضوع دوت، الا لو انت كنت مثلا فيستك على مدينه تانية وجيت مدينه اللي انا فيها ديت، فممكن يقول لك انت ليه نقلت المدينه، انت فيستك على المدينه الفلانيه برلين مثلا، ايه اللي جابك هنا؟ فلازم تكون متوقع الحاجات ديت او الاسئله ديت. بس ما تقلقش يعني الموضوع بيعدي، مع ان اصلا مكتب الاجانب بيعتبر واكتر مكان بيخوف الطلبه المصريين او الطلبه الاجانب بشكل عام في البلد ديت. اخر حاجه بقى لازم تحطها في بالك لما تيجي هنا، انك تظبط المواصلات اللي انت هتنتقل بيها في المدينه او بين المدن. اول حاجه لو انت بالنسبه لك انت طالب جامعي فانت ما عندكش مشكله تقريبا في الموضوع دوت، لانك اول ما تاخد السمستر تيكت او كارت الجامعه بتاعك من الجامعه هتقدر تركب بيه مواصلات في كل الولايه بتاعتك. اما بقى لو انت طالب لغه فانت للاسف لازم تروح تشتري كارت مواصلات، واوفر حاجه ممكن تعملها في كارت المواصلات دوت انك تجيب كارت مواصلات المدينه اللي انت فيها لمده شهر، ما تشتريش تذاكر كل يوم على مال على بطال. لو انت بقى ايه من محبين المرونه والجو ده كله، فما تنساش صديقه الطلبه العجل. بصوا عند سكن الطلبه هنا كل الناس عندها عجل، وفي كل حته محطوط مكان تقدر تركن فيه العجله بتاعتك. فما تنساش برضو انك انت لو انت عايز تمشي مع نفسك وما تصرفش كتير ممكن تشتري عجله رخيصه مستعمله وتقضي بيها حاجتك كلها. بس كده هي دي الحاجات اللي انت المفروض تاخد بالك منها قوي وانت جاي المانيا، تظبطها قبل ما تبدا تنطلق وتشوف حياتك. بس انا والصواف شفنا كده شويه نصايح عايزين نقولها لكم ممكن تفيدكم وانتم موجودين هنا. اول حاجه اخدنا بالنا منها ودي بتحصل مع ناس كتير هي موضوع الشغل. الناس اول ما بتيجي بتبص على البنك بتاعها بتبقى خايفه جدا ان الفلوس بتاعت البنك تخلص وما يلاقوش ياكلوا والجو ده كله، فبيدوروا على شغل وبينسوا حته ان هم جايين يدرسوا مش جايين يشتغلوا. ونصيحتنا في الحته دي انك انت تستنى على الاقل 3 ل 6 شهور تقريبا، صح؟ قبل ما تبدا تشتغل.
اصل انت طالما معاك الحساب البنكي فانت الافضل ان انت تركز على سواء اللغه معاك مثلا سنه، معاك سنه سنداك. بالظبط تركز على اللغه، ولو اقتصدت كمان في الصرف ممكن تكفيك الفلوس اكتر من سنه كمان. تاني حاجه الصواف هو اللي يقدر يقولها لكم اكتر مني بصراحه، لان دي بحتته. الطبخ. طبعا الطبخ حاجه ضروريه جدا، لان لو اشتريت اكل من بره هيبقى غالي جدا وهيأزم معاك في الفلوس. فانت الافضل ان انت تتعلم. اكيد طبعا مش هتعلم كل حاجه، بس تتعلم اللي تقدر عليه وانت في مصر، عشان لما تيجي هنا تعرف توفر يعني. كمان لو تقدر هات معاك هدومك، لان الهدوم هنا لو قارنتها كواليتي قصاد سعر هتلاقي هنا السعر اغلى بكتير والكواليتي مش قد كده. كمان في حاجه انا ذكرتها كده ايه بشكل صغير خالص، اللي هي بتاعت السكن، تعرف الناس اللي موجودين او الناس اللي انت جاي عليهم، ودي هتفيدك قوي لما تيجي هنا في كل حاجه، مش بس السكن زي ما انا ما قلت، لا عشان يبقى عندك اجتماعيات، تشوف الناس اللي هنا، تتعرف الاماكن، تبقى عارف المسجد مثلا تروح له ازاي. كل الحاجات دي هتساعدك انك تتاقلم وتبعد عن المشاكل او الاخطاء اللي الناس وقعت فيها قبل كده، فمن خبراتهم تقدر تمشي من غير ما تخبط على قد ما تقدر، لان هنا في خوازيق كتير في البلد ممكن تطلع لك من حيث لا تحتسب. فخبره الناس القدام مهمه جدا وما تفرطش فيها. من اول ما تيجي تتجمع على ناس او تشوف لك جروب كده تبقى معاه على طول، لان فعلا انت لما تاخد خبره من حد هتوفر عليك خطوات كتير جدا. في كمان حته اللغه دي مهمه جدا، يعني حاول وانت في مصر تتعلم لغه على قد ما تقدر. انا بقولها للناس بالهبل. ما تجيش يعني هنا تتعلم انجليزي. حاول تيجي تدرس بالالماني، او حتى لو هتيجي تدرس بالانجليزي لازم تتعلم الماني. كل كلمه هتتعلمها وانت في مصر هتفرق معاك. وفي حاجه كمان حته العقود والورق بصفه عامه، لازم تقرا كل حاجه بشكل تفصيلي. ما تمضيش على اي حاجه لما تكون عارف كل الفسفوسه فيها. بالظبط. ولو في حاجه مش فاهمها لازم تخلي حد من اللي خبره هنا وبقالهم كتير هنا يقراها لك ويفهمها لك، يعني عشان ما تلبس. بس في حاجه صواف احنا برضو نسينا نقولها وهي مهمه ججدا. فاكر ايه هي؟ اللي هي نقطه الدين. طبعا فعلا دي نقطه مهمه جدا، لازم الواحد يتمسك بدينه جدا، ولازم يختار الصحبه الصح اللي تقربه من ربنا، ما تبعدوش عنه، لان هنا طريق الفساد سهل جدا. وبس كده، هو ده الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، لان انا تعبت جدا في الفيديو دوت، والصواف تعب برضو جدا فيه. جدا. والناس الجديده اللي اول مره تشوف القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان نوصل لل100,000 باقرب فرصه. احنا دلوقتي رايحين ناكل، فكده الفيديو خلص. طبعا رايحين ناكل ليه؟ لان احنا تعبنا في الفيديو. فيلا سلام. لهم سلام.